gastrointestinal bleeding اللي هو البارت 3. المقدمة بيقول هنا في الكتاب إن على الرغم من التطور بتاعنا في العلاجات بتاعتنا في البليدنج والحاجات دي كلها، إن مازال في غرفة طوارئ وفي المشاكل كلها المورتاليتي اللي هي معدل الوفيات مازال يصل إلى 10% من الحالات بسبب النزيف. فبيقول despite modern advancement in the diagnosis and treatment في التشخيص والعلاج بتاع الجاستروانتستينال bleeding cases، إلا أنه مازال يمثل معظم الحالات اللي بتخش حالات الامرجنسي وتشوفوها كتير في الطوارئ. إن شاء الله ما تنزلوا مستشفيات أو تنزلوا التدريب بتاعكم. المورتاليتي بتاعتنا ما زالت 10%. طب ايه الأسباب بتاعتنا؟ الأسباب نتيجة إما نزيف في الأبر gastrointestinal tract أو lower intestinal tract. طيب يعني ايه الفرق بينهم؟ الأبر بتاعنا بيكون من أول أسوفيجاس esophageal varices، الناس اللي عندهم دوالي في المريء أو التهاب، أو لا قدر الله حد عنده esophageal cancer أو gastritis التهاب المعدة والاثنى عشر، منستقلش بيه لأنه ممكن، أو الجاستريك ألسر ممكن بعد كده يقلب بحاجات مش كويسة، أو الديودينايتس لو التهاب في الأول ثم بعد ذلك ممكن تقلب من كتر الالتهاب بتقلب بألسر، ودي مشاكل مش بسيطة. أو جاستريك كانسر لا قدر الله، يبقى عندنا اسوفيجيال كانسر أو جاستريك كانسر. الأربع حاجات أو الخمس حاجات دول ممكن يعملوا upper gastrointestinal bleeding، فهيحصل عندنا نزيف زي ما قلنا فوق. هيطلع يبقى تبع حاجة اسمها الجاستروintestinal bleeding، وده نسبة وفياته عالية، والدم بتاعه بيكون دم فريش أو لونه أحمر وواضح. هنعرف كمان شوية تفاصيل دي. طيب الكوزز بتاعة اللور بقى، اللي هو الجزء اللي تحت ما بعد الاثنى عشر لحد ما يطلع من فتحة الإنس، بتبدأ عندنا فيها مشاكل فيها بليدنج. إما الكولايتس اللي هو القولون، أو الألسراتيف كولايتس اللي هو القولون المتقرح أو المتقيح، ده إما يكون سبب مناعي أو أسباب مختلفة. أنجيو ديسبليزيا اللي هو الأوردة نفسها أو الأوعية أو الدموية المغذية للمناطق دي كلها بيحصل فيها ديسبليزيا، والديسبليزيا ده بيكون غالبا بداية الكانسر أو إن هو في كانسر موجود. أو الهيموريدز، الناس اللي عندهم بواسير، فدي بتكون مشكلة برضو. أو الكولون بوليبس بسبب بعض الأمراض أو بعض العلاجات اللي مش كويسة، أو إن هو حاجة فيسيولوجية في الجسم. البوليبس ده اللي هي التساقط أو التعرجات أو مش مظبوطة في الكولون. أو الديفريكالتيتس ده برضو حاجة تبع الكانسر، بتكون بداية الكانسر أو تشعبات منه. أو في اسكيميك كولايتس، إن القولون نفسه مش واصل له بلاد بلاد كويس أو كمية كويسة، فبيحصل برضو إيه بليدنج أو الشعر بتاعته ضعيفة. أو كولون كانسر زي ما قلنا هناك في جاستريك كانسر وفي اسوفيجيال كانسر، هنا برضو كولون كانسر ممكن يعمل lower gastrointestinal bleeding. يبقى بالنسبة لنا كده اوتوماتيك من أول كلمة اسمه bleeding، يبقى العرض عندنا هيكون في ايه؟ bleeding، في نزيف. فالمريض هيجيلك أو هيشوفه أو هتشخصه السيمتوم بتاعته هتكون بشكوته الأساسية إن في acute gastrointestinal bleeding، مش كده وبس، مع نزيف للأسف. ودي حاجة يعني حاجة فسيولوجية طبيعية. المريض بيخش لك بديزنس دايخ وويكنس وهبطان، وحاجة ميكانيزم اللي هو كومنساتوري ميكانيزم أو ميكانيزم تعويضي، إن الجسم يحاول يتغلب على النزيف ده بيعمل increase الهارت ريت. مش كده وبس، لأ، بيطلع معاه sweating و difficulty في البريسنج، ان هو مش عارف ياخد نفسه او بياخد نفسه سريع. وده نتيجة برضو اوتوماتيك ان الهارت ريت عالي، معدل التنفس بتاعه عالي او معدل ضربات القلب بتاعه عالي، فالتنفس بتاعه هيبقى بالطبيعية عالي عشان يقدر يوفر اكسجين كافي اللي بيكون مصدر للطاقة بتاعة القلب. طيب بما انه قلنا السيمتومز فيكون في بليدنج، فالبليدنج هيظهر في صورة من 3 أشكال. إما تكون هيماتيمسيس إن هو يتقيأ دم، أو هيماتيميسيس إن هو يتقيأ دم، فده تقيؤ دم يكون دم فريش وهنقول لونه بالظبط إيه. أو بلاك تاري ستول بيسموه ميلينا ودي مصطلح مهم ما تنساهوش. أو ريكتال بليدنج بيسموه هيماتو إيه كازيا. نرجع لأول نوع اللي هو الإيه هيماتيميسيس ده البيشنت نفسه بيفومت بلاد لونه أحمر أو كوفي جراوند لايك ماتيريال، يعني ايه شبه القهوة، بسبب ان المعدة فيها حمض، فالحمض ده بيعمل تأكسدة الدم وبيحوله لون القهوة، بيبقى لونه يعني ايه بني مغمق شوية. and the source of hematemesis is the upper gastrointestinal tract.
يبقى الهيماتيمسيس لونه بلاد عادي احمر او كوفي جراوند لايك ماتيريال، ده اللون بتاعه او المصدر بتاعه. ليه؟ لانه جاي من اصله اما يكون قلنا ممكن الاسوفيجيال، في الاسوفيجيال فوق منطقة المعدة فمفيش فيها حمض، بالتالي هيبقى لونه احمر عادي. انما لو كان في منطقة المعدة او ما تحتها فهيعدي على المعدة وهو طالع بيعمل كف او اللي هو بيعمل ايميسيس اللي هو بيرجع دم، فما يطلع بره عندنا هيكون اتأكسد ويتحول اللون بتاعنا اللي هو الكوفي جراوندد ماتيريال. تاني نوع البلاك تاري ستول من اسمه، بلاك تاري اللي هو اللون الاسود او شبه القطران كده، قطران اسود. طب ليه؟ عشان هو متأكسد ومر مراحل كتير واتهضم هضم كامل. طب ازاي؟ بيقولك ان السورس بتاعه الابر intestinal tract is the small intestine فوق. كنا بنقول upper gastrointestinal tract يعني نقول ان هو المنطقة بتاعته esophageal الجاستر بتاعنا او الاستومك بتاعتنا. انما هنا السورس بتاعه الابر intestinal tract اللي هو small intestine، نزلنا تحت الديودينم والجيجرم and up to mid transverse colon لحد القولون المستعرض. its blood has been plagued by the action of gastric acid. هنا بقى تفحم او اسود تماما نتيجة الفعل او الاكشن، نتيجة تأثير الجاستريك اسيد بتاعنا الاستومك and the effect of the bacteria، مع البكتيريا في القولون اللي في القولون بتاعنا اللي بتساعد على الهضم. في هذه الحالة بتكون بلاك تاري ستول أو الاسم الأشهر أو اللي ممكن نلاقيه في الامتحان اللي هو الميلين. تالت نوع أو تالت اسم أو تالت شكل من البليدنج بتاعنا الريكتال بليدنج. ريكتال جاي من منطقة الريكتس اللي هو في الآخر خالص، جاي من منطقة المستقيم، بيسموه هيماتوكازي. السورس بتاعه upper ولا lower؟ يعني احنا في منطقة تحت دلوقتي، لا هيكون lower. اللي فات كله كان upper، سواء الهيماتيمسيس أو الميلينا كان upper. هنا lower gastrointestinal tract، lower gastrointestinal tract، ما ننساش الجملة دي lower gastrointestinal tract. and sometimes the bleeding is severe، ممكن يطلع من الأبر في حالة الشديدة قوي، يبقى أور وأبر ولور، ولكنه مرجعش أو رجع جزء وفضل جزء، في الجزء اللي فضل معانا نازل فين؟ نازل لحد الريكتس، فبسموه ريكت اللي هو الهيماتوكازيا أو الريكتال بليدنج. لحد هنا تمام؟ تمام. احنا خدنا في الاول خالص الاشكال بتاعتنا والاسباب والسيمتومز. دلوقتي بقى عايزين نشخص، كيف سنشخص هذا العرض او هذه الحالة الشديدة. الدياجنوزس او التشخيص بتاعنا بالكلينيكال اكزامينيشن ان المريض لازم وحتما ان انت تقيس له مقياسه الحيوي، داخل لك بيرجع دم، هسيبه كده ببساطة؟ لا، ممكن الاقي ضغطه عالي او واطي ممكن. فأول حاجة بنعملها measuring البلاد بريشر. تاني حاجة البلس، النبض بتاعه قلنا من شوية أما يكون في عرض بتاعه بيكون النبض عالي، النبض الهارت ريت عالي، ومعدل بريسنج ريت برضه بيكون معاه عالي. والبلس والتمبريتشر، التمبريتشر بتاعتنا هنشوفها ممكن تكون بسبب ميكروب أو عدوى أو إصابة. فده أول حاجة. تاني حاجة blood draw and perform، أشوف أسحب له السي بي سي، اشوف الصورة الدم بتاعته كاملة، اشوف البلاد بتاعه ممكن يكون منقوله دم او عنده مشكلة، اشوف الكدنة فانكشن بتاعته اللي هي البي و ان وكرياتين اللي شرحناهم قبل كده، اشوف الليفر فانكشن تيست، اشوف الانزيمز بتاعته الاسكيبت والسجوت، واشوف السيرم قلبه ممكن يكون مريض كبد او عنده مشكلة تانية. طيب في برضه لازم نشوف من ضمن التحاليل بتاعتنا البروثرومبين تايم اللي هو النظام النزيف بتاعه، والسيرم الكترولايت. فطول عمرنا خلصنا كده كل الحاجات اللي فاتت، هننتقل بقى المرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة التريتمنت. أول ما أجي التريتمنت أو أجي أعالج مريض في هذه الحالة لازم وحتما إن هو بينزف، هقول له لازم أوتوماتيك أعوض له الدم اللي جايله. هعمل inserting to large bore IV catheter. ليه؟ افرض واحدة اتسدت فأنا عندي التانية، أو بيكون المعدل اللي عايز أدخله معدل كبير وليست واحدة بس كافية. giving the patient isotonic saline solution، ده يظبط لي الضغط، ده يكبر الفوليوم بتاعه من ان الدم بينزف، واديله باكد ار بي سيز او باكد ريد بلاد سيلز، فدي بتكون كافية ان هي تعلي الهيموجلوبين بتاعه او تتفرد بسهولة مع الايزوتونيك سولوشن في الدم ان هو يغطي النقص اللي بيحصل معاه.
جيف سيروتيك بيشن، المريض اللي هو الكبد عنده بايظ، وهنشرح الكلام ده لسه في موضوع الكبد. فريش فروزن بلازما، البلازما هنا بتكون كافية وبتساعده، وبليتليت لأن أصلا الكبد هو المسؤول عن الاتنين دول، فمضروب ففيه مشكلة فلازم أعوضها له من بره. تاني حاجة أعمل تريتنج جلوكوز. يعني تريتنج جلوكوز، طول عمرنا بنقول إذا عرفت السبب أو إذا علم السبب بطل العجب. فإحنا هنا امسك الحنفية من الأول وشوف الدنيا رايحة فين، إيه في الحنفية الأول، بعد كده تشوف أتخلص من النزيف ده. فأنا لازم أتخلص من النزيف أو أعرف المشكلة فين. المخطط اللي قدامنا ده بيقول لك الأكيوت جاسترو انتستينال بليدنج، وأكيوت يعني حاجة بقالهاش كتير. بشوف في الأول طبيعة النيتشر بتاعة البلد. لو هو هيماتيمسز زي ما احنا من شوية يبقى جاي من الجاسترو انتستينال الأبر، فبعمل له اندوسكوب أو منظار، سموه اسوفيجيال جاسترو انتستينال سكوبي، أو سموه اي جي دي، والاختصار ده مننساهوش. لو فتحناه ووصلنا وشفناه وعرفنا ان المشكلة دي خلاص من الابر جي اي اندوسكوبي، فهقول خلاص تمام ان دي هي ده المشكلة هنا، وابدا اعالجها او اعمل ربط، او حسب ما نشوف الحالة بتاعته حسب ما الطبيب بيعالج. طيب لو كانت في ميلينا اوتوماتيك برضو لازم هشوف الاي جي دي، لان قلنا برضو ممكن تكون المشكلة فوق ونزلت لحد تحت. فشوف السورس بتاعك اللي هو في المخطط اللي على الشمال ده اهو، بيشوف السورس بتاع البليدنج اند فايد، يبقى خلاص كده عرفته تمام. لو ما عرفتش هشوف ايه، كولون اندوسكوبي، هروح للقولون واعمل منظار. لو عرفت السبب خلاص تمام وشكرا وعالجه، ما عرفتش هعمل راديو اكزامينيشن عن طريق الباريوم فلو ثرو، فدي بالنسبة لنا بتكون مهم. طيب احنا كل ده في الميلين. طيب لو عملنا هيماتوكازيا اللي هو ريكتال بليدنج، هعمل اول حاجة انسيرت الرايل تيوب. لو مفيش بلاد او بايل يبقى خلاص تمام، هروح للحالة بتاعة الكولون اندوسكوبي، وعرفت السبب تمام. ما عرفتش هعمل الصبغة بتاعتنا. لو في دم او في بايل هعمل منظار اي جي دي تاني، نشوف السبب هو من فوق اول خالص ولا مش تبعنا. لو تمام معرفتش السبب هرجع للكولون اندوسكوبي برضو. يبقى الاول يا اما اعمل اسوفيجيال اندوسكوبي او اعمل كولون اندوسكوبي، والهدف بتاعنا في الاخر بيكون عايز اوصل لمين، للسبب عشان اعالجه. تمام لحد كده النقطة تقف ان شاء الله. في الجزء الجاي نكمل البيبتيك ألسر.